صالح لجسم الانسان. في حد بيجي انت ايه يا حبيبي أنا عارف إن ده برنامج للضحك وإن المشهد ده مشهد تمثيلي، لكن لو حصل بجد في الحياة وحد أخرج ريح زي ما احنا بنقول كده، عمل بومبا غصب عنه، المفترض أعمل إيه؟ المفترض إن أنا ما أضحكش، بل بالعكس أتجاهل الموقف، لأن أنا لما أضحك كده أنا كده بحرجه، أنا كده بقتله. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، عن الموقف ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مما يضحك أحدكم مما يفعل. عديها يا عم الناس لبعضيها. يعني أنا مش فاهم، أنت مسافرة وتعبة نفسك ووجع قلبك ودافعة فلوس عشان تعصي ربنا في الحرم، راح تزحمي الرجال؟ ده لا يجوز مزاحمة الرجال على أي حال من الأحوال، لا في الطواف ولا في السعي ولا حتى لأجل تقبيل الحجر الأسود. يا جماعة ما ينفعش. أنا بشوف مشاهد في فيديوهات أو حتى لما رحنا للحرم، ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، مشاهد يعني تخلي العقل يفط. انت تروحي تبعدي عن الرجال. ده النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال: شر صفوف النساء في الصلاة يعني أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، لأن هم قريبين من بعض. الدكتور السابق ضياء شايف ان خلفة النساء او البنات عار، يعني دي اخلاق الكفار. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سيدنا الامام احمد قال: الانبياء اباء بنات. سيدنا لوط كان مخلف بنات. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت اغلب ذريته بنات. حتى النسل الوحيد اللي باقي من النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي على وجه الارض هو من نسل الست فاطمة، فاطمة بنت محمد حبيبة رسول الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك انت بقى في اخلاقك التي تشبه اخلاق الجاهلية. دي واحدة بتصلي ورا جوزها وهي كف رجلها باين، مش لابسة شراب او مش مغطية كف رجلها. لازم تعرفي ان المسألة دي خلافية. جمهور الفقهاء والعلماء يرون ان كف رجليكي ده عورة، فلازم تغطيه، اما بقى تطولي الاسدال او تحط حاجة عليها او تلبسي شراب. واستدلوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا كان الثوب سابغ ظهور قدميها، يعني رجلها متغطية. مذهب الامام ابي حنيفة لا يرى ان كف الرجل عورة. فنقول ايه؟ الاحوط واستحبابا خروجا من الخلاف والاقرب باذن الله واتباعا لاغلب واكثر الفقهاء والعلماء، غطي رجليك ان شاء الله. اللي فات مات. لو انت كنت بتصلي ومش عارفه الحكم، خلاص اللي فات مات ونبدا من جديد، وصلاتك اللي فاتت صحيحه باذن الله. لكن حاولي بقدر المستطاع تغطي كف رجليكي وانت بتصلي.